سيادة النائب أحمد الشرقاوي. شكرا سيادة الرئيس. أنا برفض رفض قاطع لمشروع القانون المقدم، وعايز أصحح معلومة إن ده مش منتج الحوار الوطني. اللي الحوار الوطني ناقشه بالفعل في جلساته المشروع القانون ده، لكن مخرجات الحوار الوطني والتوصيات وناتج النقاشات مش هو المنتج اللي قدامكم ده نمرة واحد. نمرة اتنين، واضح ان مستكترين علينا نحقق سنة. الفكرة الأصلية اللي احنا كلنا معاها انشاء مجلس وطني مفوضية للتعليم تبقى مسؤولة عن وضع سياسات التعليم في مصر، وتكون مشكلة ومكونة من عقول مصر المفكرة والعلماء، مش من التنفيذيين، مش من 15 تنفيذي في مجلس وطني منهم 10 وزراء ورئيس وزراء، والخبراء المتخصصين اللي جوه المشروع بتبدلوا كل سنتين. يعني المفروض ان الثابت بقى هو المتغير، والخبراء المتخصصين هنا ما يتقالش كده، لا ده انا اتخيل ان لو طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم وزويل ومشرفة والناس دي عايشين يبقى هم تشكيل المجلس الوطني للتعليم. انتوا مستكترين علينا، تبقى فكرة حتى ولو مؤجلة اجلوها، لكن ما تحطوهاش كده، ما تقدموهاش كده. ده مستقبل البلد دي. اللي باقي اللي باص في حتة تانية، سيبوا التعليم في امل ان هو يتعمل فيه حاجة بعد 20 سنة. ما ينفعش يتقدم قانون، مش هنقول ان هو كان قانون وحيد، احنا بادرنا وقدمنا قانون مفوضية التعليم اللي ما تناقشش داخل لجنة التعليم وما تحطش مع القوانين دي اللي اعدوا علماء مصر محمد غنيم وعكاشة ورشاد برسوم ومجدي يعقوب، اتقدم للجنة التعليم وما تناقش. وكان في الموضوع المركزي فيه تشكيل المجلس. مين اللي يخطط للتعليم في مصر في المستقبل؟ علماء مصر ومفكرينها، مش حكومة فشلت في حاجات كتير. وحكومة يبقى الحكومة تشكيل المجلس الوطني عبارة عن مجلس وزراء تدي التنفيذيين تنفيذ السياسات. الفكرة وده جه على لسان الزملاء، مش فكرة مجلس بينسق بين مجالس متضاربة ومتعارضة، لا الفكرة مجلس يضع السياسات والحكومة اللي تنفذها. أرجوكم أجلوا القانون ده وسيبوا لنا أمل لبكرة. شكرا.